أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. إزاي تتعامل في الأوقات الصعبة لما بيتفرض عليك تغيير أنت مش عايزه؟ بيقول فيكتور فرانكل: لما نبقى مش قادرين نغير وضع صعب، فالتحدي الأكبر ساعتها هو إننا لازم نغير نفسنا. لما بنحاول نحارب التغيير اللي بيتفرض علينا وخارج عن إرادتنا، مثلا موت شخص عزيز أو تغيير مهني أو مادي أو تغيير في المكان والبعد عن الناس اللي بنحبها، أو أي تغيير أنت مش عايزه لكن لقيته بقى واقع في حياتك، بنلاقي نفسنا غصب عننا كل طاقتنا اتحولت لأننا بنحارب الوضع ده، بنرفضه وبنحاول نهرب منه، في الوقت اللي مفروض نستخدم طاقتنا دي علشان نقدر نتعامل مع الوضع الجديد وحياتنا تستمر ونبقى سعداء تاني. ساعات بنبقى عارفين إن التغيير هيحصل لكن مهما حاولنا مش هنقدر نوقفه، والطريقة اللي بنتعامل بيها مع التغيير ده هي اللي بتبين قدرتنا على المواجهة والمرونة، لكن الأهم بتبين مستوى النضج اللي وصلنا له علشان نقدر ننتقل للمرحلة التانية ونحسن حياتنا مهما كانت الظروف. فخليني عزيزي المستمع أشارك معاك طرق تخليك تقدر تتعامل مع الأوقات الصعبة والتغيير المفاجئ. أول حاجة، افهم إزاي التوتر بيتحكم فيك وغير وجهة نظرك ناحيته علشان تحسن حياتك بدل ما توقفها. بتقول عالمة النفس كايلي ماكوغنل مؤلفة كتاب The Upside of Stress إنك لو قررت تتحكم في التوتر بدل ما تخليه يسيطر عليك، فهيبقى عندك مرونة أكتر وهتعيش لفترة أطول، لأن القلق بيأثر العمر. بمعنى آخر إن القلق والتوتر طبعاً لو ما كانش مرضي فممكن تقدر تتحكم فيه وتخليه يفيدك بدل ما يأذيك، وده هيحصل لو فهمت الغرض من التوتر في حياتنا. بمجرد ما هتعرف ليه التوتر سيطر على تفكيرك هتقدر تحوله لفرصة لإنك تعيد ترتيب حياتك. مثلا ممكن التوتر يبين لنا الريد فلاجز في علاقة ما وإنه جاء الوقت إننا ننهيها. ممكن يخلينا نعيد تقييم احتياجاتنا والحدود اللي محتاجينها علشان نحس بالأمان والاحترام. وبيفكرنا برضو إن اللي حوالينا كلهم بشر وبيمروا بنفس المشاعر ومحتاجين نتعاطف معاهم. لما بناخد خطوة لورا ونعرف ليه التوتر دخل حياتنا من الأساس، هنكتشف المفتاح اللي هيساعدنا نكمل. تاني حاجة، اقبل حقيقة إن التغيير حتمي. إنك تفهم وإنك تقبل حقيقة التغيير مش حاجة سهلة أبداً. جوانا بيكون دايماً صراع ورفض للتغيير ده، خصوصاً لو كان حاجة إحنا مش مستعدين ليها. وعلى قد ما بنبقى ساعات شايفين التغيير هيحصل في حياتنا، لكن بيفضل جوانا رغبة شديدة في إننا نتمسك بالحاجة اللي إحنا بنحبها. خليني عزيزي المستمع أحكي لك عن قصة شخصية. في سنة 2005 بابايا اتشخص إن عنده سرطان الرئة، وكان لازم يشيل فص من فصوص الرئة، وطبعا بعدها كان في علاج كيماوي وإشعاعي علشان يضمنوا إن السرطان ما يرجعش تاني. ودي رحلة صعبة وقاسية جدا استمرت 1.5 سنة تقريبا، ويا رب ما يكتبها أبدا على حد. لكن في سنة 2008 بعد شوية تعب وأشعة اكتشفنا إن السرطان رجع تاني، بس المرة دي انتشر بشكل صعب السيطرة عليه وفي مرحلة متأخرة. ولأن بابايا كان دكتور كان فاهم كويس اللي بيحصل وعارف إن قصاد مرض شرس زي ده مفيش أمل. هو كان كل اللي خايف منه ساعتها إنه يتبهدل في المستشفيات، إنه يوصل إن حياته تكون عذاب مستمر ودكاترة بتجرب كل يوم دوا شكل. وهو كان شخص عنده عزة نفس كبيرة، ما كانش بيحب حد يشوفه ضعيف أو مكسور، فكل اللي هو كان عايزه إنه يفضل على رجله لحد آخر يوم. وفعلا هو ده اللي حصل. اليوم اللي هو توفى فيه كان الصبح في شغله وكان واقف على رجله. لكن الصدمة علينا ما كانتش سهلة. إنك في لحظة تلاقي نفسك خسرت كل حاجة ده مش تغيير سهل تقبله. لكن في اللحظات اللي زي دي أكتر حاجة بتحاول تتمسك بيها هي إيمانك بربنا، وإن ده قضاء ربنا ومهما كان صعب لازم تقبله. وتبدأ تفكر هو كان إيه البديل في الوضع ده؟ هل كنت هحب إن بابايا يفضل عايش 1 ولا 2 كمان وهو بيتعذب من الألم وبيتبهدل من المستشفيات ويعيش آخر أيامه مكسور مش قادر يعمل لنفسه حاجة؟ الخسارة كانت صعبة، لكن هي كانت خسارة أرحم من حاجة تانية كان ممكن تبقى أصعب بكتير. حصل تغيير كبير في حياتنا ساعتها، تغيير اتفرض علينا وإحنا ما كناش عايزينه،
لكن كان ده الواقع ومفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تغيره. وبعد وقت مش قليل قدرنا نقبل شكل حياتنا الجديد ونحمد ربنا على كل شيء. تالت حاجة، اتكلم مع الناس اللي بتدعمك وتقف في ظهرك. لما بتتكلم عن الحاجات اللي انت خايف أو قلقان منها مع حد، ده بيقلل فرصة إن عقلك يضخم المشكلة وإنه يبدأ يحط سيناريوهات للأسوأ. ببساطة بمجرد ما بتسمع نفسك وانت بتتكلم عن الحاجات اللي شاغلة بالك، ممكن تكتشف إنها مش كبيرة زي ما انت متخيل، انت بس من كتر القلق والتوتر حسيت إنها آخر الدنيا. وممكن كمان وانت بتتكلم تلاقي نفسك طلعت بالحل. وطبعا هنا لازم نركز على أهمية إنك ما تخليش حياتك كلها بتدور حوالين المشاكل وتفضل بقى تتكلم عن مشاكلك طول الوقت وحاجات حصلت من سنين ومين عمل فيا ايه ومين ظلمني. لما يكون كل كلامك عن المشاكل، ده هيغير طريقة تفكيرك. ساعتها هتشوف كل الحاجات وحشة وما تقدرش تشوف أي إيجابيات. لكن إنك تشارك مشاكلك مرة واحدة بس مع شخص أمين ومهتم إنه يساعدك، هو ده الدعم اللي انت محتاجه علشان تقدر تتخطى الأوقات الصعبة. رابع حاجة، حافظ على الروتين اللي بيوفر لك الاستقرار والقوة والهدوء. سواء إنك تهتم بتنظيف وترتيب بيتك بشكل منتظم أو إنك تقرأ بشكل مستمر، اتأكد إن في الأوقات الصعبة ما تنساش الطقوس اليومية أو الأسبوعية اللي بتساعدك تبقى في حالة نفسية أحسن. ولما هتلتزم بالروتين والعادات الإيجابية هتنمي جواك القوة اللي هتخليك تتخطى الوقت الصعب. هتعرف ساعتها تفكر بوضوح وتاخد قرارات صح، وهتقدر تتعامل مع مشاعرك بطريقة صحية. خامس حاجة، القدرة على التكيف. طبعا مش كل التغيير بيكون سهل وانت تقدر تتأقلم معاه، لكن في أوقات تانية ممكن يكون التغيير اللي انت فاكره سيء يكون بداية حاجة إيجابية. خليني أشارك معاك عزيزي المستمع قصة صديقة ليا. هي كانت بتتعرض لأزمة مادية وكان شغلها في مكتب معماري مش موفر لها أي أمان مادي. بالعكس، هي كانت بتحكي لي إن المرتب كله بتصرفه على المواصلات والأكل في الشغل، وفي آخر الشهر مش بيتبقى معاها أي حاجة من المرتب، وساعات كمان كان بتصرف أكتر من المرتب. فاكتشفت إن شغلها ده واقف عليها بخسارة، لو قعدت في البيت هتصرف أقل. فقررت إنها هتسيب الشغل وخدت مخاطرة لحاجة كانت بتحلم بيها بقالها سنين، إنها تعمل براند هدوم. هي بتصمم هدوم حلوة جدا وليها ذوق وستايل خاص بيها، فقررت إن بآخر فلوس معاها هتبدأ المشروع ده. وعلى قد ما كان ده تغيير مخيف إنها تسيب شغلها وتبدأ حاجة هي ما تعرفش هيحصل فيها إيه، لكن الحمد لله مشروعها نجح، وواحدة واحدة بقى عندها شغل خاص بيها. فيمكن حد يتحط في موقف يبان إنه وحش، لكن بيكون ده الزقة اللي بتخليك تخرج بره الكومفورت زون بتاعتك. فلو كان التغيير حتمي، فليه لأ ما تكونش جزء من التغيير؟ على الرغم من إن ده ممكن ما يديكش السيطرة الكاملة على الموقف، لكن يمكن يفتح قدامك سكة أنت ما كنتش شايفها. سادس حاجة، قدر الحاضر بدل ما تغرق في الخوف من المستقبل. ممكن التغيير اللي بيتفرض علينا ده يكون فرصة للتطور، إننا نعيد ترتيب أولوياتنا ونشوف طريقة جديدة نعيش بيها حياتنا بعد التغيير. التغيير جزء من رحلتنا في الحياة، وفي الآخر التجارب اللي بنعدي بيها هي اللي بتكون بعد كده جزء من شخصيتنا. لكن التغيير ده بيفكرنا إن الحياة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي مش هتفضل زي ما هي، وده على قد ما هو مخيف لكن بيدينا فرصة إننا نقدر الحاضر ونستمتع بكل حاجة معانا دلوقتي، وبيعلمنا نكرم الذكرى للحاجات والناس الحلوة اللي كانوا معانا، وسنة الحياة خلتهم مجرد ذكرى جميلة. لما هنتعلم نبقى حاضرين أكتر في اللحظة ونستمتع بيها على قد ما نقدر، ده هيزود سعادتنا بوجودها، وحتى كمان بعد ما تعدي يتبقى منها ذكرى حلوة. بمعنى آخر، ممكن الأوقات الصعبة والتغيير يقدموا لنا دروس حوالين قيمة الحاضر. في النهاية الأوقات الصعبة والتغيير بيخلينا نمر بحاجات متوقعة أو غير متوقعة، وده بيخلينا نحاول نرفض التغيير. والصراع مع التغيير ده بيخلينا نكتشف حاجات كتير عن نفسنا وعن الدنيا، وممكن نخلي كل ده يكون جزء من رحلتنا في الحياة ونستعمله على إنه يدينا خبرة، أو نختار إننا نفضل نتحسر بقى على كل اللي خسرناه. أنا دايما بحاول أفهم الغرض من أي وقت صعب بيعدي عليا، هو الدنيا عايزة تعلمني إيه.
هيعدي عليك عزيزي المستمع أوقات صعبة وهتخسر ناس عزيزة عليك، وعلشان كده لازم تقدر كل لحظة انت عايشها دلوقتي. التغيير سنة الحياة، وده اللي بيدينا خبرات وبيدينا فرصة إننا نتعلم نتقبل ونتخطى، وساعات نتعلم نبدأ من جديد ونعيش حياتنا تاني في راحة وسعادة. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.